بلاش تلعب بايدك كان مصطلح مهم جدا بيقوله لي اللي علمني التداول. قلت له يعني ايه المصطلح ده؟ قال لي يعني حضرتك لما تيجي تفتح صفقه اعمل حسابك بعد ما تفتحها تحط على طول التيك بروفيت والستوب لوس. قلت له تمام. قال لي اوعى تكون معتمد ان انت لما تفتح الصفقه تسيب التيك بروفيت والستوب لوس مش مفتوحين وتقعد بقى تعمل كده ايه، اول لما السعر يطلع وتكسب تتك كده اهو، واول ما السعر ينزل تعمل كده اهو. ما تلعبش بايدك. قال لي انت كانك مهندس حاطط معادله التيك بروفيت والستوب لوس، دي رقم واحد. رقم اتنين، قال لي برضه بلاش تلعب بايدك بعد ما تحط التيك بروفيت وستوب لوس. قلت له برضه يعني ايه؟ قال لي يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي نفسك حاطط نقطه جني ربح 20 نقطه. قلت له تمام. قال لي وتلاقي السعر قرب من ال 20 نقطه. قال لي فالطمع الطبيعي اللي هو الغريزه عند الانسان يتملكك. قال لي فتلعب بايدك وتشيل التيك بروفيت املا ان هو هيجيب بروفيت اعلى. قال لي فانت كده هنا غريزه الطمع اتحكمت فيك. قال لي فبلاش دي. قلت له تمام. قال لي وبطل تلعب بايدك لما السعر ينزل تحت. قلت له يعني ايه؟ قال لي هتبقى حاطط نقطه وقف خساره 20 نقطه. قال لي فهيبتدي السعر ينزل فانت تلعب بايدك وتشيل الوقف الخساره وتقول انزله لتحت شويه يمكن السعر يرد. قال لي هنا برضو تسيب الصفقه زي ما انت مخطط لها، لان انت هنا غريزه الخوف بتتغلب عليك، فانت برضو دورك ان انت تتغلب على غريزه الخوف. فالارقام اللي انت بتحطها من حيث الدخول ونقطه التيك بروفيت ونقطه الستوب لوس لازم تلتزم بيها قبل بدايه الصفقه، وبلاش تلعب بايدك في الصفقه.